يوم ضغط شغل كتير عليك، محتاج تروح تريح شوية. زي ما احنا عارفين في دخلة شتا اهو، كلنا بنبقى محتاجين حضن دافي ساعة النوم، حضن يحتويك أكتر 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 لحد ما يخنقك. دي مش مراتك يا صديقي، ده تعبان البول بايظة. البطاطس البطاطس. أصل التعبان ده من غرب وسط أفريقيا، بينتشر أكتر في بلاد زي غانا، توجو، نيجيريا. يحب دايما يعيش في جو السافانا ده، ويكره الرطوبة زي عينيه، بس بيحب الدفء. والبول بايثون ده صغير نسبيا بالنسبة لحجم بقية التعابين، طوله بيبقى من متر لمتر ونص، جلده بيلمع، ألوانه متميزة قوي. وبسبب إن اللون الذهبي اللي فيه ده، زمان في أفريقيا كانوا بيقولوا عليه الثعبان الذهبي، لأن في بعض الملوك كان بيلبسوه كزينة زي حلية حوالين رقبته. بس بالرغم من المنظر الملكي اللي انت شايفه ده، فهو حيوان هادي جدا، مسالم، ما بيعضش، ما بيسمش، بس بيخنق. يعني يفضل يلف حوالين الفريسة بتاعته لحد ما يخنقها أو يكسر ضلوعها في الآخر ياكلها. خطر الحيوان ده مش بيبقى في سرعته زي حيوانات كتير، بالعكس خطره بيبقى في هدوءه، بارد. التعبان هنا لما بيحس بخطر بيقوم لاف حوالين نفسه، مكور نفسه كده، عامل نفسه في كرة كبيرة، والناس بقى بتفتكره وديع وده بيدافع عن نفسه وخايف يا عيني. بس من هنا فعلا جه اسمه البول بايثون. بس دي حركة دفاع عشان بس تفتكره وديع وملوش فيها، لحد ما تقع في الفخ متسألنيش على اللي هيحصل لك. بس الحقيقة في حالات كتير عن ناس حاولوا يقتنوا البول بايثون ده، يا ترى حصل لهم ايه؟ ودايما ده بيبقى خطر عشان الناس بتعاملهم انهم حيوانهم الأليف، زي القطة والكلب العصافير، زي الكلام ده. في 2019 في أمريكا كان في واحدة في أمريكا مربية تعبان بول بايثون في بيتها من وهي صغيرة. التعبان ده زي ما قلت لك معروف إنه مش بيعض، ممكن تقتنيه في البيت عادي جدا، ياكل معاك، يتصور سيلفي، ده ممكن كمان يطلع ترند. بس في يوم من الأيام ابتدت تلاحظ حاجة غريبة أوي على التعبان. بعد بتاع كام يوم كده وقف أكل خالص، فهي حزنت عليه، قالت هو اكتئب نفسيا، لدرجة إن هي بقت تحن عليه وتخليه ينام جنبها على السرير، ودايما بتحكي إن هو دايما بيفرد جسمه على السرير جنبها. ده في أيام كمان بتصحى بتقوم تلاقيه حاضنها، قال فاكراه بردان قال. وفعلا ابتدت تحكي كل الناس اللي تعرفهم وقالوا لها ده بيحبك يا بنت المحظوظة. بس الحقيقة كانت مرعبة أكتر من كده بكتير. لما راحت للدكتور البيطري وقالت له على الأعراض اللي بتحصل كلها للبول بايثون اللي عندها، قال لها حب مين حلم. قال لها لا، كل الحكاية إنه كان بيقيس حجمك عشان يشوف هيقدر يبلعك ولا لأ. وهنا تكتشف إن الحيوان الأليف اللي أنت سايبه يحضن ويتلزق فيك ده هو مجرد وحش عمال يقيس فيك ويشوفك. لأ، أنت محتاج تعمل دايت. 2 سم. ايه ال 2 سم؟ ايه ال 2 سم؟ البول بايثون بيعيش في الطبيعي من 20 ل 30 سنة، إنما لو مهتمين بيه أكتر ممكن يعيش لحد 40 سنة. البول بايثون بيتغذى على الثدييات وبعض من الطيور يعني، وممكن يقعد فترات كتير ما ياكلش لو الجو برد أو يعني مش مرتاح. الغريب بقى إن مربيين الحيوان ده دلوقتي بنشوف فيديوهات ليهم كتير بيحاولوا يعدلوا فيه جينيا عشان يظبطوا لونه أحسن من كده. تلاقي واحد مثلا عايز يعمل بول بايثون لونه بينك يديه لبنته في عيد ميلادها. فهل انت مثلا لما تجمل كده التعبان، هل مش هيبقى خطر؟ هل مش هيبلعك؟ ما تستغربش يا صديقي لو لقيت التعبان ده بيتباع في اي محل بتاع حيوانات عادي، كانه زي الحيوان الاليف محطوط جنب الكلاب والقطط. بس المشكله مش دايما في الوحش اللي بيهاجمك. لما تلاقيه قاعد هادي بقى كده في القفص ما يصعبش عليك، ده هدوء ما قبل العاصفه. في الاخر ما تنساش اللايك، سبسكرايب، سلام.